وديالى. الحدود الذي يستضيف ديالى هنا في العاصمة الحبيبة بغداد في ملعب الساحر أحمد راضي في الكرخ. ديالى والحدود وجهان لعملة واحدة من ناحية النتائج، من ناحية الأداء الغير جيد، وأيضا سلسلة من النتائج السلبية للفريقين، النتائج الغير جيدة. الفريقان يبحثان عن طوق النجاة والوصول إلى مراكز الآمنة، مراكز منطقة الوسط، المراكز الدافئة، سميها ما شئت حسب ما تشتهي. وبالتالي مباراة اليوم هي مفتوحة على جميع التوقعات. ديالى القادم من مدينة البرتقال باحثا عن 3 نقاط مهمة ومهمة جدا أمام الحدود الذي طبعا يريد إعادة طبعا عودة إلى سكة الانتصارات بعد فوز يتيم لغاية الآن حقق في الجولة التاسعة على نوروز، وبعدها 4 خسائر. طبعا طاقم التحكيم لهذا اليوم الحكم محمد صادق يدير 3 لقاء كحكم ساحة في دوري نجوم العراق، يساعد مساعد أول أحمد صباح، ومساعد ثاني مصطفى نوح، والحكم الرابع حامد علي. بينما حكام غرفة الفار يوسف سعيد ووليد عبد سلطان. الحدود هنا في ملعبه الافتراضي ملعب الساحر أحمد راضي يقبع في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، انتصار 1 و12 خسارة، سجل 11 هدف واستقبل 28 هدف. بينما ديالى في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط، 4 تعادلات، 9 هزائم، سجل 9 أهداف واستقبل 27 هدف. وهنا انطلقت اللقاء أحبة المشاهدين. الحدود بالملابس الصفراء والسراويل السوداء، وديالى بالملابس البيضاء الموشحة بالألوان البرتقالية. الفريقان أجرى سوق انتقالات شتوية ساخن وساخن جدا، عديد من اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين من أجل طبعا إيجاد النتائج الجيدة، من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط. هنا داكوستا يحاول المرور من ناثانيل نقولو يلعب الكرة العالية، والإبعاد من دفاعات نادي ديالى من علي خالد. عادت من جديد حسين جاسم، لاعبين ساقطين على أرضية الملعب. وهنا حاكم اللقاء أكيد يعني الصافرة من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين. طبعا تشكيلة نادي ديالى اليوم على الخط موجود المدرب العماني طلال خلفان، مساعد المدرب يامن الزلفاني الذي طرد في المباراة السابقة. طبعا تشكيلة نادي ديالى وسام محمد في حراسة المرمى، علي كريم، حسين إبراهيم، علي خالد، صديق جمال، وناثنيان نقولو، حسين منذور، أحمد جلال، علي السجاد صباح، أنس مالك، وبنيامين أوكورونكو المهاجم النيجيري. هذا هو طلال خلفان مدرب نادي ديالى الذي يقف اليوم على الخط من أجل التواصل مع اللاعبين والإعطاء التوجيهات بغياب التونسي يامن الزلفاني. بينما نادي الحدود بقيادة المدرب ثار جسام يبدأ بحراسة المرمى عبد الرحمن محمد، وطبعا حسين ضياء، علي حسن، سيف كريم، حسين جاسم، ستيور مينا، باقر عطوان، داكوست، أحمد السروري، وحسن سرور، ودينيس أنتوي. شاهد تغييرات عديدة على فريق نادي الحدود المدرب ثار جسام، يعني نشاهد دينيس أنتوي وحسن سرور واحمد السروري الثلاثي اساسيين في المقدمه لنادي الحدود من اجل ايجاد الحلول وتسجيل الاهداف وتحقيق الانتصارات. لكن يعرف تماما يعني تحتاج ان تخرج من هذا المأزق نفسيا قبل ان يكون فنيا. نعرف يعني سلسله الهزائم لاي فريق، وخاصه اتكلم عن الالعاب الجماعيه، إذا ما تعرض أي فريق لسلسلة من الهزائم يعني يحتاج إلى وقت من أجل التغلب على هذه الحالة السلبية، خاصة على المستوى النفسي والمستوى الذهني. وبالتالي يحاول بهذه التبديلات. هنا المرور صديق جمال، لكن ستيور مينا الكولومبي القادم من الدوري الجواتيمالي، وهناك خطأ والمطالبة ببطاقة صفراء، المطالبة ببطاقة صفراء. شاهد دخول كان من لاعب نادي طبعا لاعب نادي ديالى حسين إبراهيم الذي دخل على ستيور مينا بنفس الأرقام، حسين إبراهيم بالرقم 17 وستيور مينا بالرقم 17. بالسلامة لستيور مينا وبالسلامة لجميع الموجودين. طبعا
غياب الجمهور تماما، يعني توقعنا حضور بعض جماهير النادي ديالا اللي شاهدناه دائما خلف النادي اينما حل واينما ارتحل، لكن نعرف يعني اليوم يوم دوام طبيعي، وبالتالي يعني صعب جدا المجيء بهذا الوقت من اجل التشجيع من محافظة ديالا، مدينة البرتقال، المدينة الجميلة، مدينة البساتين، مدينة الأنهار، هذه المدينة التي عادت من جديد بعد غياب طويل عن الدوري العراقي، عن دوري الأضواء، لكن عادت في هذا الموسم بعد ما أحرزت لقب دوري الدرجة الممتازة والفوز بالمباراة النهائية على فريق القرمة بفارق. طبعا شاهدنا كيف تغلب فريق ديالا على القرمة بفارق ركلات الجزاء الترجيحية. نادي الديالا ونادي الحدود والمواجهات السابقة فقط مواجهتين ما بين الفريقين في موسم 2008-2009، شاهدنا الاحتكاك ما بين مينا وحسين إبراهيم. السلامة لستيوار مينا الذي يعاني من الإصابة ليستطيع إكمال هذا اللقاء في ال5 دقائق الأولى، وإيقاف للمباراة بسبب إصابة ستيوار مينا. يجب داخل منطقة الجزاء عبد الرحمن محمد الذي يدخل كحارس مرمى أساسي، وصقر عجيل كحارس احتياط، خبرة صقر عجيل. عبد الرحمن محمد يطلب من اللاعبين التقدم الى الامام من اجل لعب الكره الاماميه الطويله. هذا هو بكر عطوان الشقيق الاصغر لنجم منتخبنا الوطني ونادي زاخو امجد عطوان. يحاول علي كريم، لكن هذا هو حسين ضياء نادي الحدود، وانتدابات عديده. حسين ضياء يلعب الرميه الجانبيه بالراس والابعاد من علي خالد، عادت في المنتصف بكر عطوان، لكن تلعب الكرة في وسط الملعب. تمريرة وصلت لعلي كريم، يلعب كمدافع يمين، يعتمد عليه الزلفاني في هذا المركز. علي خالد، صديق جمال، حلوة، تخلص بصورة جميلة، لعبت الكرة في وسط الملعب. منذور لا علي كريم، تمريرة عالية راسية، اوكورونكا النيجيري الوضع على الصورة كاد ان يسجل اول اهداف اللقاء بعد كرة معكوسة من علي كريم داخل منطقة الجزاء، وكورونكو من بين قلبي دفاع فريق طبعا الحدود، لكن رأسية بنيامين، رأسية النيجيري بعيدة وبعيدة جدا. اولى محاولات نادي ديالا بعد 13 مباراة لم يحقق انتصاره الأول في دوري نجوم العراق، 13 مباراة بدون انتصار، رقم سلبي كبير على فريق ديالا. والحدود بانتصار وحيد وبدون أي تعادل، يعني فريق الحدود الفريق الوحيد الذي لم يتعادل، وفريق ديالا الفريق الوحيد الذي لم يحقق الانتصار. كرة الآن، هل يكون الانتصار الأول لنادي الحدود أو الانتصار الثاني؟ الانتصار الأول لديالا والانتصار الثاني لنادي الحدود. كرة الآن علي خالد، تمريرة لصديق جمال، التمريرات القصيرة لمصلحة نادي ديالا. مباراة هادئة. وسام محمد وصلت لنا ثانيان نانجولو يلعب كقلب دفاع. نانجولو، هذا هو نانجولو الكاميروني القادم من نادي الحدود، نعم في الموسم الماضي مع نادي الحدود. يحاول فريق ديالا أكثر استحواذ على الكرة، أكثر مسكا للكرة، يبحث عن الهجمة المنظمة. تمريرة أمامية من ناثانيال نانجولو، قطعت من بكر عطوان، وصلت لسيف كريم، يلعب كقلب دفاع سيف كريم من رأسية، وصل دينيسنتوي يحاول لكن اصطدت بنانجولو. دينيسنتوي الذي تم انتدابه مثل الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي كان مع الطلبة دينيسنتوي، والموسم قبل الماضي كان طبعا دينيسنتوي مع النفط. 16 هدف سجل، خطأ لمصلحة نادي ديالا، خطأ لمصلحة حسين إبراهيم. الوضع على الصورة، أحمد السروري القادم من نادي النفط اليماني، خطأ لمصلحة نادي ديالا.
جاءت من عبد الرحمن محمد كابتن الفريق، تلعب الكرة داخل منطقة الساحة الرأسية والإبعاد. يحاول الآن المرور، مر بصورة جميلة. يحاول الآن فريق الحدود، وهناك بطاقة صفراء. بطاقة صفراء على فريق ديالى، بطاقة صفراء على حسين منذور. بطاقة مبكرة جدا، وهو خاصة لاعب خط وسط. شاهد خطأ واضح جدا لمصلحة فريق الحدود، لمصلحة حسن سرور اللبناني. حسن سرور القادم من نادي الزوراء. السلامة لبنيامينو كورونكو. من الدقيقة 10. نعم، بطاقة صفراء على حسين منذور. وبالسلامة بنيامينو كورونكو أيضا في خلال 10 دقائق. وثاني لاعب يسقط على أرضية الملعب بعد الكولومبي مينا، ستيوار مينا. الآن النيجيري بنيامينو كورونكو الذي لديه تجربة كبيرة في دورينا. كورونكو سبق واللعب لنادي أمارة بغداد ونفط البصرة ونوروز ونفط ميسان، والآن مع نادي ديالى. كورونكو هداف الفريق. اللقطة المشتركة ما بين علي حسن وكورونكو. كورونكو الذي سجل في مرمى إربيل وأيضا في مرمى القوة الجوية هدف التعادل، وكذلك سجل في مرمى دهوك. نعود السلبي في اللقاء من جديد أحبة المشاهدين. مرت 10 دقائق والتعادل السلبي لغاية الآن في لقاء الجريحين، صراع الهبوط. يحاول حسين منذور تخلص من صورة جميلة من حسن سرور. منذور يغير هناك باتجاه صديق جمال من جهة اليسار. هذا هو صديق جمال. علي حسن أو علي خالد. شاهد تمريرات قصيرة لغاية الآن، مباراة هادئة تماما. علي كريم يلعب الكرة هناك لصديق جمال. يحاول فريق ديالى أكثر استحواذ على الكرة من بداية اللقاء لغاية الدقيقة 12، لكن وأيضا يعني وصل لمرمى فريق الحدود في أكثر مناسبة، لكن مجرد وصول لا وجود للمحاولات الخطيرة أو الفرص المحققة للتسجيل. يحاول أندونيس انتوي، لكن ناثانيال نانجولو ممتازة بالقوة، بالقوة من أمام انتوي، بالقوة من أمام دينيس انتوي. ودخول قوي، دخول قوي من علي. نعم، دخول قوي من علي حسن. هل هناك بطاقة صفراء بهذا التدخل؟ دخول قوي على حسين منذور. لاعب خط الوسط نادي ديالى. شاهد علي حسن ودخول قوي جدا. نعم، بنوع من التهور من علي حسن في هذه اللقطة. كرة الآن وصلت إلى كورونكو، جول. لكن هناك تسلل، هناك راية وتسلل على بنيامين كورونكو. كرة خطيرة كانت وهدف، لكن كان متسلل. نعم، متسلل بنيامين كورونكو. تمريرة جميلة، لكن كان متقدم على آخر ثاني مدافع، وبالتالي نعم تسلل واضح جدا. وبصراحة اللقطة تحسب لحكم المساعد أحمد صباح الذي مباشرة رفع الراية، كان متأكد من قراره إلى الخارج. رمية جانبية مثل ما ذكرت، فريق ديالى هو الأفضل منذ بداية اللقاء لغاية الآن. علي كريم يلعب الكرة، اصطدت، عادت للحدود دينيس انتوي. ضغط من لاعبين نادي ديالى، افتكاك للكرة في وسط الملعب. يحاول الآن تمريرة لعلي كريم، قريب عليه أحمد جلال. لعب الكرة أحمد جلال القادم من نفط البصرة. أحمد يحاول سيطرة على الكرة لكن فقدها ولا وجود للخطأ. منذور تمريرة سريعة لمصلحة السروري. هنا التمرير في وسط الملعب، هل يصوب؟ لكن بعيدة وبعيدة جدا من علي السجاد.
نعم علي السجاد صباح القادم من نادي نفط البصرة هو وأحمد جلال. علي السجاد حاول أن يصوب في هذه اللقطة لكن بعيدة تماما. محاولات نادي ديالى أكثر من نادي الحدود. الحدود يعني لغاية الآن لم يصل إلى مرمى فريق ديالى. أما ديالى وصل لأكثر من مرة لكن أيضا الخطورة مفقودة. حسين جاسم، قطعة الكرة حسين جاسم تلعب إلى بنيامين كورونكو. بنيامين النيجيري أمام ستيوار من الكولومبي، يلعب الكرة لأحمد جلال لعلي كريم. علي كريم يلعب الكرة العالية وخروج ناجح من الحارس عبد الرحمن محمد، يلعبها سريعا لباقر عطوان. باقر عطوان تمريرة لكن تعثر داكوستا، تعثر السنغالي، والحدود ما زال يتعثر في مؤخرة الترتيب. عادت لمصلحة نادي ديالى سريعا، يعني لاعبين نادي الحدود يفقدون الكرة سريعا في الربع ساعة الأولى التي مرت من الشوط الأول. كرة الآن صديق جمال يلعبها لعلي، علي خالد لناثنيال نانجولو أو للحارس سام محمد. شاهد أنس مالك. حاول فريق ديالى والحدود دفاع متقدم بعض الشيء. ديالى لغاية الآن يعني هادئ بلعب الكرات القصيرة، لا يستعجل تماما بلعب الكرات الأمامية. وأيضا فريق الحدود متراجع، يعني يحاول يتقدم للأمام ومن ثم يتراجع. تمريرة قصيرة لكن أقرب من ناينجولو يعود للحارس وسام محمد. تمريرة وسام باتجاه صديق، بالراس من صديق لحسين إبراهيم. حسين إبراهيم لصديق من جديد لكن ضغط من فريق الحدود، وفي الأخير الكرة اصطدت بالصديق إلى الخارج. هذا هو أحمد السروري. رمية جانبية، سيف ضياء يلعب رمية جانبية باتجاه توي، لكن علي خالد موجود في التغطية والإبعاد. الكرة العالية بالراس من ستيوار مينا، عادت أيضا كرات عشوائية ما بين لاعبي الفريقين. في الأخير وصلت لحسين جاسم، حسين جاسم لداكوستا لكن لم ينجح داكوستا بلعب الكرة. عادت لمصلحة أحمد جلال. أحمد جلال تمريرة جميلة لحسين. حسين إبراهيم لكن عودة ممتازة من السرور، عودة ممتازة أحمد السرور وقطع الكرة من أمام حسين ضياء. حسين ضياء يلعب الكرة الأمامية عالية بالراس. باقر عطوان السروري أيضا أمامية، وصل دنيس أنتوي هداف خطير يبحث الآن عن تصويبه. حسن سرور تمريرة هناك لباقر عطوان. باقر عطوان داخل منطقة يلعب الكرة لكن هناك راية وتسلل على دنيس أنتوي. هناك راية وتسلل على دنيس أنتوي. الحكم المساعد الثاني مصطفى نوح يقول هناك تسلل على دنيس أنتوي. نعم متقدم دنيس أنتوي بهذه اللقطة وبهذه الزاوية. حسن سرور، وهناك خطأ لمصلحة نادي الحدود، لمصلحة حسن سرور. حكم قريب جدا محمد صادق. شاهد مسك موجود يلعب الكرة. السروري يحاول المرور. السروري باقر عطوان. تمريرات علي حسن تمريرة ناثنيال نقول قطعها إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي الحدود. الحدود بدأ يدخل أجواء اللقاء شيئا فشيئا، يعني بدأ يصل إلى منطقة جزاء فريق ديالى. تلعب من حسين ضياء. دنيس أنتوي من أمام علي خالد، وهناك خطأ على دنيس أنتوي. دنيس أنتوي يعني واضح تماما تأثير قلة حساسيته للمباريات. أكيد يعني حساسية المباريات مهمة جدا. اللاعب عندما يبتعد عن اللعب لفترة طويلة يتأثر كثيرا على المستوى الفني على المستوى البدني، وبالتالي حساسية المباراة مهمة جدا لأي لاعب، خاصة أتكلم عن المباريات التنافسية. علي كريم
الذي تم تحويل مركزه ويلعب الآن كمدافع يمين. اللعب حسين جاسم قاطع الكرة أمامية وعالية من حسين جاسم باتجاه انتوي، وهناك احتكاك ما بين انتوي وعلي خالد، والحكم يقول لا وجود لشيء. تلعب الكرة لصديق جمال، أمامية بدون عنوان أقرب للحارس عبد الرحمن محمد. هذا دينيس انتوي هداف خطير مثل ما ذكرت في موسمه قبل، في موسمه الأول مع نادي النفط قبل الماضي، سجل 16 هدف، ثالث الهدافين بعد مهند وأيضا سويعين. وفي الموسم الماضي مع الطلبة سجل 5 أهداف فقط. السروري يحاول المرور لكن قطعت من صديق. تلعب الكرة حسين منذور، حسين منذور استلام الكرة بصورة جميلة وتمريرة خاطئة، عادة حسين جاسم، داكوستا حسين جاسم من جديد، يحاول علي حسن، علي حسن تمريرة لم تصل لدينيس انتوي، قطعت الكرة إلى الخارج. رمية جانبية داكوستا لحسين جاسم، يحاول حسن سرور، حسن سرور لداكوستا من جديد، السنغالي مر بصورة جميلة، داكوستا يلعبها لكن قطعت من ناثانيال نانجولو. احمد جلال الى بنيامين اوكورونكو النيجيري السريع، اوكورونكو قريب عليه ستيوار مينا، اوكورونكو يدخل منطقة الجزاء، اين الاسناد اين المساندة، يحاول المرور لكن صعب جدا صعب جدا. سيف كريم وستيوار مينا ثنائي قلبي الدفاع بالقرب منه، هنا حسين جاسم يحاول المرور وهناك خطأ لمصلحة حسين جاسم. شاهد الخطأ، الكرة المشتركة مع علي كريم والحكم قريب جدا، وبالتالي خطأ على علي كريم. هذا هو الحكم محمد صادق، المباراة كحكم ساحة بعد 14 جولة. نعم وصلنا للجولة 14 من دوري نجوم العراق للمحترفين موسم 24-25. صراع قوي ما بين فرق المقدمة وفرق الوسط ومؤخرة الترتيب. حسين منذور، علي خالد لناثانيال انجولو، تمريرة وصلت إلى أنس لعلي كريم، أحمد جلال، أنس تمريرات جميلة إلى علي كريم، حلوة من فريق ديالا، يحاول الآن علي كريم لكن لعب الكرة لم تخرج. أحمد جلال مشوار طويل من أحمد جلال، تمريرة خاطئة قطعت، عادت لداكوستا للحدود، البحث الآن عن الهجوم المرتد السريع. داكوستا يمرر لحسين جاسم، حسين جاسم عاد بسرعة لاعبي فريق ديالا، يحاول الآن داكوستا وقطعت من حسين منذور والكرة إلى الخارج، رمية جانبية. تلعب سريعا، أنس تمريرة جميلة من أنس لعلي السجاد، قطعت الكرة من علي السجاد، هنا تصويبا مسافة بعيدة لكن بعيدة وإلى الخارج، ركلة مرمى. حاول أحمد السروري لاعب اليماني التصويب من هذه المسافة لكن بعيدة جدا. نادي الحدود الذي انهى التعاقدات مع باولو فيكتور البرازيلي وهارلين سواريز الكولومبو، وايضا عباس ماجد وبكر حسن ومصطفى طارق وحيدر احمد، وايضا انتقال للثنائي الموريتاني ديلاهي وسويعيد لنادي الكهرباء. ايضا علي كريم تم انهاء عقده، وكذلك اصابه احمد عبد الرضا برباط صليبي، يعني الانباء تشير الى انتهاء موسمه. كرة الان قطعت من انس مالك الى كورنكو، احمد جلال تصويبه من احمد جلال. اذكر عندما كان مع فريق نفط البصره سجل هدف
في مرمى نوروز من وسط الملعب تقريبا، نعم من منتصف الملعب، سجل هدف. هذا أحمد جلال يمتلك تصويبات قوية وقوية جدا. ركلة مرمى الآن تلعب من عبد الرحمن محمد، كرة عالية وطويلة باتجاه داكوستا، لكن بالراس قطعت. علي حسن إلى حسن السروري، داكوستا، داكوستا لأحمد السروري، طارت على أحمد السروري، قطعت من السروري، وصلت لصديق. صديق جمال انطلق، طلقة قوية من صديق جمال، لكن الآن يلعبها، يحاول علي السجاد لأنس، أنس مالك، تمريرة وافتكاك للكرة من السروري، وضغط من صديق جمال، قطع الكرة صديق، يلعب الكرة الأرضية، وصلت لكورونكو لكن قطعت وإبعاد من دفاعات فريق الحدود، إبعاد من دفاعات الحدود. 25 دقيقة حبة المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين الحدود وديالى، هنا في افتتاح الجولة الرابعة عشر من دوري نجوم العراق موسم 24-25. الحدود وديالى، والوضع المتشابه، وضع متأزم، يعني معاناة كبيرة للفريقين. هنا تمريرة صديق جمال، يلعب الكرة صعبة كانت على صديق جمال أو على حسين إبراهيم، على حسين إبراهيم وصديق جمال. جهة يسرى قوية لفريق ديالى في بداية طبعا خلال 25 دقيقة من هذا الشوط. عبد الرحمن محمد تلعب الكرة العالية طويلة بالراس من ناثانيال نقولو، سيف كريم يحاول، أنس وحسين إبراهيم انتقل إلى جهة اليمين. حسين إبراهيم الآن وصلت إلى حسن سرور، تمريرة طويلة من حسن سرور لبناني. صديق جمال لأحمد جلال، أحمد جلال الآن انتقل لجهة اليسار، وحسين إبراهيم لجهة اليمين. أحمد جلال تمريرة لكن قطعت من سيف كريم، عادت من جديد لمصلحة نادي ديالى، يحاول، وصلت لأحمد جلال. أحمد جلال يلعب الكرة العالية، هنا راسية كورونكو لكن إلى الخارج. بنيامين أكورونكو، ويلقب ببنيامين أكور، يعني للسهولة يلفظ بأكور لكن هو اسمه بنيامين أكورونكو. شاهد هنا أحمد جلال، وللمرة الثانية أكورونكو يلعب الكرة بالراس وإلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي الحدود، يلعب الكرة عالية وطويلة، صديق بالراس، لعب الكرة من السروري لكن قطعت من منذور، يحاول حسن سرور، علي كريم إلى منذور من جديد، وأنس مالك، ولو جد الخطأ الحكم قريب تماما. سيف كريم يلعبها، تصل لدينيس أنتوي لكن قطعت من علي كريم. نينجو للحارس، يضغط أنتوي على الحارس حسام محمد اللي يلعب الكرة الطويلة، وهناك خطأ على علي حسن لمصلحة أكورونكو. الوضع في الصورة أمامية، والحكم يطلب إعادة لعب الكرة. تلعب الكرة الآن، نعم يجب أن تلعب الكرة ثابتة ومن مكان حدوث الخطأ. أحمد جلال، مر أحمد جلال بصورة جميلة، أحمد جلال وأيضا مرور ثاني، لعب الكرة الخطيرة، مرور جميل من أحمد جلال في مرة أولى وثانية، لكن قطعت من دفاعات نادي الحدود. علي حسن باتجاه باقر عطوان لكن قطعت من صديق، رمية جانبية لمصلحة نادي الحدود. هذا هو طلال خلفان. شاهد أحمد جلال، مرور جميل من السرور الأول، وأيضا المرور الثاني من باقر عطوان، لكن تغطية دفاعية موجودة. نانجولو وداكوستا
داكوستا يحاول ويضغط على نينجولو. نينجولو ابعادها الى ركنيه. نعم ضغط كان كبير وعالي من اللاعب طبعا اللاعب داكوستا على ناثانيال نينجولو. واضطر ناثانيال نينجولو الكاميروني بابعاد الكره الى الخارج من امام هذا السنغالي داكوستا. ركنيه لمصلحه نادي الحدود. ركنيه لمصلحه نادي الحدود. الحكم محمد صادق يوجه اللاعبين وتنبيه للاعبين. حسين منذور لديه بطاقه صفراء، هي البطاقه الصفراء الاولى لغايه الان في اللقاء خلال احداث الشوط الاول. ركنيه الان باقر عطوان على لعب الركله الركنيه. هذا هو باقر عطوان. شوار كان مع نادي كربلاء. ماذا هناك؟ هل هناك دخول علي خالد؟ ماذا هناك يا سيد الحكم؟ هل كانت هناك لقطة خلف الكواليس لم نشاهدها؟ شاهد هنا الإعادة. اللقطة ما بين ستيوار مينا وعلي خالد قلبي دفاع الفريقين. ستيوار مينا والحكم محمد صادق. هل هناك بطاقة صفراء؟ نعم على ما يبدو بطاقة صفراء. لا وجود بطاقة صفراء، فقط تنبيه. يعني شاهدنا الحكم وضع يده بجيبه من أجل إعطاء الورقة الصفراء. تلعب الكرة لكن هنا الإبعاد. تلعب الركنية من باقر عطوان والإبعاد إلى رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة نادي الحدود. مباراة هادئة تماما. طبعا مرت 30 دقيقة ولا وجود لأي هجمة خطرة. لا وجود لأي هجمة خطرة للفريقين ولا على المرميين. لا الحدود هدد. وهنا الكرة الخطيرة داكوستا. دينيسانتوي ماذا ضيعت يا دينيسانتوي؟ نعم تكلمت في بداية هذا اللقاء في بداية الشوط. نعم تكلمت أن اللاعب مبتعد عن حساسية المباريات التنافسية وبالتالي يعني أضاع هجمة كان بالإمكان أن تكون الهدف الأول للحدود. يعني هكذا هجمات لا يضيعها دينيسانتوي، لكن بسبب ابتعاده عن المباريات فقد حس التهديف. فقد الحس التهديفي بهذه اللقطة بهذه الهجمة. كرة الآن لمصلحة نادي ديالا. تلعب من حسين منذور عالية باتجاه حسين إبراهيم لكن قطعت من سيف كريم. الوضع على الصورة. قلب الدفاع اليوم يلعب إلى الخارج. رمية جانبية. تلعب من علي كريم. يحاول منذور لعلي كريم من جديد. علي كريم لكن قطعت. عادت لمنذور. تمريرات قصيرة وهنا هجوم مرتد سريع. دينيسانتوي إلى حسن سرور. حسن سرور قريب عليه داكوستا. يلعب مع داكوستا السنغالي. يضغط الكاميرا نينجولو وإلى الخارج. كابتن نينجولو هو القائد نادي ديالا. رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة نادي الحدود. لعب حسين جاسم لداكوستا. عادت لحسن سرور. حسن سرور لعبها وصلت لبقر عطوان لعلي حسن. علي حسن يحاول التخلص من علي السجاب من أنس لكن ممتاز أنس. قطع الكرة. عادت لديالا لحسين منذور هناك في جهة اليسار لدى أحمد جلال. أحمد جلال مع الكرة. يتقدم أحمد يلعبها في الوسط لحسين منذور من جديد. مصلحة فريق ديالا. نعم عاد للهدوء. لا يريد الاستعجال. نينجولو تمريرة أمامية طويلة يحاول اللحاق بها. نعم لحق بالكرة إلى أنس لعلي كريم من جديد. يحاول حسين إبراهيم لعلي كريم. حسين إبراهيم تمريرات قصيرة جميل. لعب الكرة الأرضية لكن قطعت من سيف كريم. يبحث الحدود عن مرتدة لكن قطعت. عادت لمصلحة نادي ديالا والبحث حسين. 1-2 جميلة. حسين إبراهيم يلعبها
أين المتابعة من بنيامين؟ متابعة من بنيامين أوكورونكو المهاجم النيجيري، كاد أن يسجل أول أهداف اللقاء، لكن كرة عدت. هل كان متسلل بهذه اللقطة؟ هل كان متسلل بهذه اللقطة؟ لكن شاهد أن بنيامين كان في موقف سليم، لكن تسديدة ذهبت إلى الخارج في الشباك الجانبية إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي الحدود. وهنا خطأ لمصلحة نادي الحدود. مباراة يعني لغاية الآن يعني بصراحة تعبر عن واقع هذا الفريقين المركزين الأخيرين. يعني شاهد الأخطاء ما بين الدفاع وحارس المرمى. لغاية الآن نتكلم عن 35 دقيقة تعبر عن وضع الفريقين. توقعنا أن تكون مباراة أفضل من هذا الأداء، يعني نريد أن نشاهد فرص، محاولات قليلة وشحيحة جدا. يحاول أحمد جلال، انطلق هناك من جهة اليسار، قريب عليه بكر عطوان، ممتاز بكر عطوان، استكاك للكرة بصورة جميلة. وهنا قطعت الكرة من علي السجاد، واضح بالصورة علي السجاد صباح القادم من نادي نفط البصرة. ديالا أيضا عزز يعني لاعبين محليين ولاعبين محترفين، أيمن محمود وأيمن الصفاقسي من تونس، عبد المجيد صبارة اللاعب اليمني الذي تألق مع المنتخب اليمني. شاهد هنا الهجم، يعني كيف أضاعها دينيس أنتوي، يعني داكوستا يعني لعبها برأسه لدينيس أنتوي، لكن أنتوي مثل ما ذكرت يعني فاقد الحس التهديفي بسبب عدم مشاركته في المباريات التنافسية. يحتاج إلى وقت ولا مباريات حتى يعود إلى التسجيل. يمتلك 21 هدف في الموسمين الماضيين، الموسم الماضي 5 أهداف والموسم القبل الماضي 16 هدف. شاهدنا هنا الدخول من علي السجاد على أحمد السرور اللاعب اليماني. وأيضا عديد اللاعبين اليمانيين ينشطون في دورينا بسبب طبعا يعني قرار اللاعب اليماني يعتبر كلاعب محلي. تلعب رمى الجانبية، علي خالد قطع الكرة، ستيوار مينا بنيامين أوكورونكو، هناك خطأ على ستيوار مينا وبطاقة صفراء على ستيوار مينا على المدافع الكولومبي. وطبعا أيضا يجب إعادة الكرة، هناك بطاقة صفراء ويجب اللعب على الصافرة. البطاقة الصفراء الأولى على فريق الحدود والثانية في اللقاء. ستيوار مينا اللقطة مع كورونكو، شاهد المسك كان موجود من ستيوار مينا على بنيامين كورونكو. خطأ لمصلحة نادي ديالا، تلعب الكرة العالية داخل منطقة جزاء، هنا الرأسية والإبعاد من علي حسن الذي يلعب كلاعب ارتكاز وأيضا يساعد ويساند قلبي الدفاع ستيوار مينا وسيف كريم. ركنية الآن لمصلحة نادي ديالا. شوط أول لغاية الآن للنسيان، شوط أول عبر تماما عن واقع الفريقين في المركزين الأخيرين، مركز رقم 20 والمركز رقم 19. ركنية الآن، عبد الرحمن محمد يوجه المدافعين، يوجه اللاعبين، والحكم محمد صادق يقول هناك فار ولا داعي لأي لقطات خارج السلوك الرياضي وخارج الروح الرياضية. ركنية الآن لمصلحة نادي ديالا. هل نشاهد الكرات الثابتة يمن تأتي بالحلول، والكرة السروري يلعبها أمامية باتجاه عطوان
إلى داكوستا. داكوستا يحاول داكوستا، لكن يعني لاعب نادي الحدود المحترف يستلم الكرة ويضيعها بهذه اللقطة أكثر من علامة استفهام. علي حسن، حسين جاسم. حسين جاسم أمامية وعالية بالراس من ناثينيال أنغولو إلى علي كريم. علي كريم لحسين منذور، مع الكرة حسين منذور ويحاول صديق شمال لا بالكادة لحق بالكرة، تلعب في الوسط لحسين منذور، غير اللعب إلى علي كريم. علي كريم لحسين إبراهيم، يضغط سيف كريم على حسين إبراهيم، يحاول المرور لكن عادت لأنس. أنس لعلي كريم من جديد. علي كريم قريب عليه حسين جاسم، يحاول المرور وهناك خطأ. خطأ 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 لمصلحة فريق ديالى. خطأ لمصلحة فريق ديالى. شاهد الاعثار من حسين جاسم على علي كريم، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي ديالى. 5 دقائق أخيرة من أحداث الشوط الأول والتعادل السلبي لغاية الآن. وأكيد يعني في ظل هذا الأداء صعب جدا أن نشاهد الأهداف، صعب جدا لكن ليس مستحيل. الكرات الثابتة يجب أن تكون حل في هكذا لقاءات، في هكذا مباريات. عبد الرحمن محمد توجيه للجدار البشري، خطأ الآن لمصلحة نادي ديالى. أحمد جلال يمتلك قدم يسرى قوية. أحمد جلال هل ينجح؟ هل ينجح؟ 4 لاعبين الحائط البشري نادي الحدود. أحمد جلال وعلي كريم من سوف يصوب؟ وهنا علي كريم تمريرة جميلة والكرة ما زالت لم تخرج. وصل بنيامين الكور، ماذا تفعل يا كورونكو؟ ماذا تفعل يا بنيامين يا كورونكو؟ شاهد لقطة جميلة، وماذا تفعل؟ طبعا يعني خطأ أول من الحارس عبد الرحمن محمد ومن ثم كورونكو. حاول بنيامين، شاهد لم يستطيع مسك يعني الاحتفاظ بالكرة، ولم يستطيع الحارس مسك الكرة. عبد الرحمن محمد يلعب الكرة العالية الطويلة بالراس من منذور. سيف كريم، قطعت من علي كريم بالراس من علي حسن، يحاول دونيس انتوي لكن أقرب ناثينيال أنغولو، والإبعاد إلى الخارج. إلى الخارج، رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة نادي الحدود. سيف كريم لدونيس انتوي، قطعت من ناثينيال أنغولو، رمية جانبية أخرى. رمية جانبية أخرى. سيف كريم يلعب الرمية الجانبية، ونرى من أنغولو المحاولة والكرة الخطيرة من السروري، لكن بعد من دفاعات نادي ديالى. عادت لمصلحة نادي ديالى والبعد عن الهجوم المرتد. بنيامين قطعت من علي حسن. سيف كريم يلحق بالكرة، يلعب لحسين جاسم. حسن سرور مع حسين جاسم من جديد، لكن قطعت. حسين منذور في وسط الملعب، الكرات المقطوعة من قبل لاعبي الفريقين. مار علي السجاد من أمام بكر عطوان. علي السجاد، وهناك خطأ لمصلحة علي السجاد على بكر عطوان. خطأ لمصلحة نادي الحدود. هذا هو الزلفاني مدرب نادي ديالى في المدرج. حرمانه من هذا اللقاء. كرة الآن يحاول أنس مالك إلى حسين ضياء، ويحاول لكن محاولة بعيدة وبعيدة جدا. محاولة بعيدة وبعيدة جدا من اللاعب حسين ضياء. شاهد تصويبة حسين ضياء وبعيدة، تلعب الكرة. داكوستا سيطر على الكرة داكوستا، لكن قطعت من صديق جمال لعلي السجاد. علي السجاد لأحمد جلال، هناك من جهة اليسار أقرب حسين ضياء. أقرب حسين ضياء وقطع الكرة إلى الخارج، رمية جانبية.
رمية جانبية لمصلحة نادي ديالى. ضياء مدافع اليمين وبالسلامة. السلام لسيف كريم الذي يعاني من إصابة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة وبعض الثواني يستطيع إكمال اللقاء المدافع سيف كريم. إخراج على النقالة. شاهدنا اللقطة المشتركة ما بين سيف كريم وأنس مالك. شاهدنا الكرة الخطيرة كانت مصلحة نادي الحدود. كاد السروري أن يسجل هدف لولا طبعا ارتطام الكرة بصديق جمال ومن ثم الابعاد من ناثنيال نانجولو. سيف ضياء وتوجيهات طلال خلفان العماني. رمية جانبية. نعود نستلف اللقاء من جديد أحبة المشاهدين مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. والتعادل السلبي ما بين الحدود وديالى. خلاص 45 دقيقة شارفت على النهاية. أحمد جلال إلى صديق علي خالد. حاول فريق ديالى ناثنيال نانجولو تغيير اللعب باتجاه علي كريم. علي كريم يحاول المرور. مار علي كريم تمريرة وقطعة الكرة من جديد. حسن سرور إلى باقر عطوان تمريرة باتجاه داكوستا. كرة الخطيرة خروج خاطئ من الحارس. داكوستا ابعاد من ناثنيال نانجولو. من أين خرجت يا نانجولو؟ من أين خرجت أيها الكاميروني؟ شاهد خروج خاطئ من الحارس وسام محمد وتخلص السنغالي من وسام ومن ثم لعب الكرة. احتاجت إلى قوة أكبر من هذه التسديدة يا داكوستا. عودة سريعة من نانجولو. يعني محتاجين إلى 45 دقيقة لمشاهدة فرصة محققة للتسجيل. أبعدها هذا الناثنيال نانجولو الكاميروني. ركنية الآن دقيقتين كوقت محتسب على أحداث الشوط الأول. تلعب من بقرة عطوان عالية. هنا راسية داكوستا. علي حسن يبحث عن راسية لكن ابعاد من أكرونكو. البحث من أحمد جلال من الهجوم المرتد السريع. وأحمد جلال تمريرة خاطئة وعادت لمصلحة نادي الحدود. حسين جاسم أمامية لداكوستا لكن نانجولو قطع الكرة نانجولو. يلعب الحسين ضياء وعودة سريعة من حسين جاسم إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي ديالى. حسين منذور يلعب الكرة. صديق جمال. وسام محمد. خلاص الدقيقتين شارفت على الانتهاء. مرة سروري عطوان يحتفظ بالكرة. علي حسن لاستيوان مينا. وهنا حكم اللقاء ينهي احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي ما بين الحدود وديالى في افتتاح مباريات الجوله الرابعه عشر من دورينا. حبة المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، الاستراحه قصيره ونعود اليكم مجددا. يحاول الآن الكرة الخطيرة. جول كريم درويش يأتي بالهدف القاتل. هدف الثلاث نقاط لدهوك. يا الله، صبر هذا الجمهور كثيرا وفرح أخيرا بهدف اللبناني الألماني كريم درويش الذي يتخذ دور المهاجم الهداف بعدما كان صانع العاب في المباريات السابقة بصناعة ثلاث أهداف، لكن اليوم لا يصنع وإنما يسجل. درويش يزور شباك نفط البصرة
شوت زاكري إلى درويش، ومن اللمسة الأولى يضعها في مرمى مجتبى محمد الذي حاول مع الكرة، لكن لم تكن هذه المحاولة كافية. وفرحة هستيرية وفرحة كبيرة لجماهير دهوك. وشاهد زاكري كيف ينظر إلى الجمهور يقول لهم أنا هنا، أنا أحل هذه العقدة، أنا أحل هذه الصعوبات. وشاهد اللقطة اعتبر بأنه الكرة ما فيها ركلة جزاء، ولكن الميناء الآن الله، سفانة البصرة، الميناء، الموج الأزرق، الموج الأزرق، السفانة. الله الله الله، يا ولد يا مسلم موسى، يا مسلم موسى، الله على جمال الهدف، الله على جمال الكرة. قايل لكم الميناء قرب على التسجيل، وبالتالي شوف الكرة عالية عالية عالية، الإبعاد الخاطئ من ألكسندر يوري ومسلم. هوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على هذا الهدف الجميل، على هذا الهدف الرائع. وبالتالي شوفوا الإعادة. أسو داخل منطقة الجزاء، خطيرة 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 خطيرة، جول أحمد محمود لنوروز بخطأ من دفاعات ديالا. لاحظ أسو ومحمود. اي نعم الله، احمد محمود بهدف جميل يصل الى هدف الرابع. رائحة هدف لنوروز، واحد من الاهداف الجميلة عن طريق احمد محمود بهدف رائع. اسو مع وسام لنوروز، اسو ثاني لنوروز عن طريق اسو رستم. حارس وسام في زاوية والكرة بزاوية أخرى. اسو رستم، نوروز، والفوز يقترب جدا. ثاني لنوروز، انطلاقة الآن وجول. هدف عن طريق أحمد تركي، اللاعب البديل. أحمد تركي أعتقد لاعب مثل نادي القاسم. هدف لديالة لكن الصحوة متأخرة. 2-1 الآن. أحمد تركي اللاعب البديل في شباك نادي نوروز. إلى شروان من جديد، إلى حيدر أحمد، التمريرات القصيرة وصلت إلى حيدر أحمد، يلعب الكرة العالية، الكرة الخطيرة، جول 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 جول. هدف أول لمصلحة نادي الحدود عن طريق أثير صالح يسجل الهدف الأول في الدقيقة 16 من أحداث هذا اللقاء. يفتتح هذا اللقاء نادي الحدود بهدف عن طريق هذا اللاعب أثير صالح الذي سجل في المباراة الأخيرة على القوة الجوية، وأيضا سبق وأن سجل على الميناء في مباراة الجولة الأولى. أثير صالح الذي يسجل ثالث أهدافه بعد كرة جميلة بالمقاس، وأثير صالح من خلف اللاعب مجتبى محسن، وأثير صالح يضع الكرة ويعلن عن تقدم فريق الحدود بالهدف الأول في الدقيقة. كأن هناك أيدي خفية
طبعا أبعدت هذه الكرة، الكل توقعنا في المرمى. هنا الحارس الحسين عبد الواحد والكرة خطيرة، جول 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 جول. كثرة الدم يفك اللحيم وكثرة الضغط يسجل الأهداف. ضغط القاسم أولى وثانية وثالثة ورابعة، وفي الأخير سجل الهدف التعادل، هدف التعديل لفريق القاسم. نعم، ضغط رهيب، هجمات عديدة من اليمين من اليسار، وتصويبات وكرة في العارضة وكرة بجانب القائم، وفي الأخير سيف رشيد يجد الباسورد ويجد الرمز السري لمرمى الحدود، لمرمى صقر عجيل، ليسجل هدف التعادل. سيف رشيد برأسية، حاول صقر عجيل، لكن هذه المرة القائم. عندك تشاهد يعني مباراة يعني ما بين الكبار. ماذا تفعل بكر عطوان؟ سيف رشيد يلعب الكرة، حارث حاتم، كرة الخطيرة، يا الله، جول 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 جول. هدف ثاني عن طريق الحارث حاتم، ومن غيره الهداف الذي حاول بالعديد من الكرات وفي الأخير يسجل هدف بعد خطأ دفاعي من لاعبي فريق الحدود، والحارث حاتم يسجل الهدف الثاني. وأسود سورة تقلب الطاولة على الحدود في خلال دقيقتين قلب الطاولة. باقر عطوان وخطأ وتمريرة سيف للحارث، والحارث يا الله يا الله كيف تخلص من علي حسن وصقر عجيل بلقطة واحدة، بلمسة واحدة، همسها للكرة. نعم كأنه مع موعد غرامي مع هذه الكرة في هذه اللقطة، أي لقطة عمل كل شيء. 3 دقائق كوقت مضاف فوق أحداث الشوط الأول. سير عبد الواحد تمرير لسيف رشيد والكرة الخطيرة، جول. هدف ثالث عن طريق سيف رشيد، يعاود الكرة سيف رشيد ويسجل الثنائية وثالث في مرمى القاسم، في مرمى الحدود. أي ريمونتادا، أي قلب الطاولة على مينا وارفاق مينا على الحدود. أي عودة، أي كومباك لنادي القاسم بعد التقدم بعد التأخر، عاد وعدل والآن يتقدم. الله 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 يا سيف رشيد، لكن هناك شك في هذه الزاوية، هل كان متسلل؟ لكن يا الله يا الله يا الله، شاهد بسن الحذاء جلكم الله أحبة المشاهدين. نعم هدف ثالث. تلعب الركلة الركنية عالية وعلي خالد يحاول، وهنا تصويبة، جول. الهدف الثاني عن طريق اللاعب البديل البرازيلي ابن السامبا باولو فيكتور، البرازيلي البديل يقلص النتيجة بعد عديد الركنيات الذي تحصل عليها فريق الحدود. ينجح باولو فيكتور باستغلال الخطأ الذي ارتكبه الحارس علي خالد بعدم ابعاد الكرة بالصورة الصحيحة، والمتابعة كانت من البرازيلي. سيان عبد الواحد على لعب ركلة الجزاء. سيان عبد الواحد يتقدم، حسين، جول. هدف رابع للحدود، الهدف الرابع يسجل حسين عبد الواحد بعد ركلة جزاء تم احتسابها لحسين ضياء، وبعد العودة للفار وجماهير سود سورة المتواجدة هنا في ملعب الساحر أحمد راضي والمتواجدة خلف شاشة العراقية الرياضية أكيد فرحة بهذا الانتصار
انتصار مهم جدا، وخاصة الانتصار يأتي بعد 7 جولات عجاف لم يحقق فيها أي انتصار، كانت ما بين الخسارة والتعادل. لكن الآن فريق القاسم يسجل الهدف الرابع ويقطع شوطا كبيرا من أجل 3 نقاط ثمينة جدا من خلال الابتعاد عن مراكز الهبوط. عدت هناك لناصر، ناصر محمدو يحاول ناصر بنقله بالراس، عدت شاكر، من الاسود، ابيض ابيض ابيض، لا هذا محمود الابيض وليس الاسود. محمود الاسود يسجل الهدف الاول لنادي زاغو باقدام محمود الاسود باول اهداف المباراه براسيه جوستافو، واكمل عليها اللاعب محمود الاسود وسجل الهدف الاول في المباراه. اول اهداف اللقاء لابناء الخابور بهدف اول من اللاعب محمود الاسود، واول اهداف المباراه الرائعه والجميله لحساب الجوله 12. وجوستافو عدى، جوستافو جول! لا يعرفون المستحيل بتمريره من محمد علي عبود، وشاهد جوستافو مر من الجميع ووضعها في المرمى، اضاف الهدف الثاني في اللقاء. الله 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 يا جوستافو، جميل جوستافو هنريك، مرت من تحت الاقدام، مرت من تحت الاقدام، قال لها روح، سجل واسكنها الشباك. جوستافو هذا هو اللاعب اللي سجل في شباك كربلاء والزوراء والشرطة، يعود ليسجل هنا. لكل من يتابع المباراة، علي يوسف لحسن عبد الكريم، تبقى المحاولة للزوراء، خطيرة، جول جول، الله! سرب النوار ستار، يوه 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 يوه، الله 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 الله. الضربة الأولى، الضربة الأولى للزعيم النوارس الزوراء، يحلق 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 في سماء بغداد، في سماء الشعب. حسن عبد الكريم قوقية يعود للمرة الثانية على الكرة، انتشاره، محاولاته عالية، راسية، جول، الله! العراقة، الصقور تحلق عالية في العاصمة الحبيبة بغداد. العريق، القوة الجوية في المواعيد الكبيرة كبير. عاش الصقر مهيوب، هذه الكرة، يوه 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 يوه، الله 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 على المدافع، على المدافع زيد 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 يدرك التعادل. عودة سريعة، عودة سريعة للقوة الجوية، جول! القوة الجوية ومدرب نفط ميسان من خلال هذا الموسم. كرة لحسين فلاح، خطيرة للزوراء، خطيرة، الكرة العرضية، ثاني الله! جول ثاني، هدف ثاني، علي يوسف يسجل الثاني. شوف، تقدم من الأول، تقدم من الثاني، أرسل كرة، هوبا! في وسط المرمى، في قلب المرمى، يتقدم بهدف ثاني الزوراء الآن، النوارس.
نادي دياله اقرب للحارس عبد الرحمن محمد حارس مرمى نادي الحدود، ايضا يلعب كره طويله باتجاه داكوستا الذي اضاع فرصه محققه للتسجيل، احتاجت الى قوه اكثر، لكن هناك كانت عوده لنثنيال نانجولو. طبعا تشكيله نادي الحدود عبد الرحمن محمد في حراسه المرمى، حسين ضياء، علي حسن، سيف كريم، ستيوار مينا، حسين جاسم، باقر عطوان، داكوستا، احمد سروري، حسن سرور، دينيس انتوي. هذه تشكيله نادي الحدود. بينما تشكيله نادي دياله في حراسه المرمى وسام محمد، علي كريم، حسين ابراهيم، علي خالد، صديق جمال، ناثنيال نانجولو، حسين منذور، علي سجاد صباح، احمد جلال، انس مالك، بنيامين اكورونكو. لا يوجد تغييرات لا لدياله ولا للحدود، نفس الاسماء التي بدات اللقاء تبدا الشوط الثاني. اكيد التبديلات سوف تاتي مع الشوط الثاني. يحاول الان فريق دياله، علي كريم يلعب الكره العاليه لكن الابعاد من ستيوار مينا، عادت من جديد علي السجاد الى انس، لكن سيف كريم موجود في التغطيه والابعاد، يحاول لعب الكره احمد جلال، سهله للحارس، سهله للحارس عبد الرحمن محمد يلعب الكره على طول باتجاه داكوستا، داكوستا نانجولو، لكن علي كريم اقرب، قطع الكره. ناثنيال تلعب الكره، شوط اول للنسيان، شوط اول الاداء فيه كان ضعيف جدا، على اقل من الوسط، فقط شاهدنا هجمه وحيده يعني خطيره للحدود. كانت هناك محاولات للفريقين لكن لم ترتقي الى الفرص. هنا كورو يلعب الكره لانس، انس تمريره لاحمد جلال داخل منطقه الجزاء، احمد جلال يبحث عن التصويب لكن اصطدت بالسروري، اصطدت باليماني السروري. يحاول دنيس انتوي مع علي خالد، يلعبها لمنذور، منذور لعلي كريم، علي كريم مر من حسن سرور، وهناك خطأ، خطأ على اللاعب حسن سرور اللبناني قاتل من الزوراء. الكرة المشتركة ما بين علي كريم وحسن سرور. خطأ الآن لمصلحة نادي دياله. دياله يبدأ الشوط الثاني ضغط على فريق الحدود من أجل هدف مبكر. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية، المتابعة غير موجودة من حسين إبراهيم، وابعدت من دفاعات نادي الحدود، عادت لنادي دياله من جديد. علي كريم تمريرة للحارس وسام محمد، صديق جمال، الحسين منذور من جديد، تلعب الكرة هناك في جهة اليمين لدى علي كريم، علي كريم وقطعت الكرة من أمام حسين ضياء إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي دياله. دياله أيضا أكثر استحواذ وأكثر حيازة، تلعب الكرة حسين ضياء، تمريرة غاب فيها التفاهم ما بين حسين الواضح بالصورة، لاعب حسين إبراهيم وعلي كريم. عبد الرحمن محمد يطلب من اللاعبين التقدم للامام من اجل لعب الكره العاليه الطويله. تلعب الكره العاليه بالراس من حسين منذور، باقر عطوان، كرات ما بين الفريقين. متى الكره الان وصلت الى الارض بعد عده كرات هوائيه ما بين لاعبي الفريقين. السروري يمر لدنيس انتوي، للسرور من جديد، السرور يمر، انطلق من امام صديق، يحاول صديق لكن قاطع الكره صديق جمال، الواضح الصوره، قاطع الكره الى الخارج، ركله ركنيه، ركنيه لمصلحه نادي الحدود. اول ركنيه في الشوط الثاني لمصلحه الحدود. البراءة حاضرة في ملعب الساحرة، أحمد راضي اللي يستضيف هذا اللقاء في افتتاح مواجهات الجولة 13. حسن سرور يلعبها قصيرة، قطعت الكرة، هل هناك شيء؟ هل هناك شيء؟ الحكم لا يقول وجود شيء، يأمر باستمرارية اللعب. حسن سرور إلى باقر عطوان، مر بصورة جميلة باقر بفاصل من المهارة، يلعب الكرة العالية على القائم الثاني، هنا الإبعاد
يحاول دينيس انتويو المتابعة، جول. ماذا هناك؟ هناك راية وتسلل أم ركلة مرمى؟ هل الكرة خرجت؟ نعم، على ما يبدو الكرة خرجت، على ما يبدو الكرة خرجت أثناء لعب الكرة من قبل اللاعب باقر عطوان. هذا هنا الكرة، باقر عطوان لعب الكرة خرجت. يعني صعب جدا الحكم على الكرة من هذه الزاوية، لكن أيضا التأكد هل هناك ركلة جزاء لمصلحة سيف كريم بعد الكرة المشتركة. هذه الحالة مركب فيها هدف وفيها ركلة جزاء، والحكم أكيد سوف يأخذ وقتا طويلا كون الحالة مركبة فيها احتكاك. هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ نتكلم عن الحالة الأولى، ومن ثم أتى الهدف. هل الهدف صحيح؟ هل الكرة خرجت أم لم تخرج بكامل محيطها؟ طبعا الحكم أحمد صباح الحكم المساعد الأول الذي أشار بأن الكرة خرجت، ومحمد صادق بانتظار طبعا مشاهدة الإعادة، بانتظار مشاهدة اللقطة التي حدثت داخل منطقة الجزاء للاعب نادي الحدود سيف كريم المتقدم بالركلة الركنية. بانتظار القرار النهائي. هل هناك ركلة جزاء؟ أكيد هكذا لقطات أيضا سوف يتم نقاشها من قبل برنامج الحكم. الجولة 13، الجولة 14 من دوري نجوم العراق. القاسم وكربلاء الحدود وديالا الميناء نفط البصرة. طبعا القاسم وكربلاء ايضا من نفس توقيت مباراة الحدود ديالا ونوروز والكرخ، الشرطة نفط ميسان ودهوك القوة الجوية الطلبة واربيل وزاخ والكهرباء والقرمة والنجف والزوراء والنفط. وبانتظار ما هو القرار؟ مثل ما ذكرت ان اللقطة سوف تأخذ وقتا طويلا كونها مركب. هناك لقطة داخل منطقة الجزاء، هناك احتكاك، وايضا هدف ملغى بسبب خروج الكرة بكامل محيطها. ثار جسام المدرب المخضرم المدرب الكبير، الجسام والعائلة الكبيرة، حزم جسام، انور جسام وثار جسام. ماذا هناك؟ يذهب بنفسه هدف لمصلحة نادي الحدود. الهدف يتم احتسابه. الكرة لم تخرج، لكن بعد العودة إلى الفار الهدف يتم احتسابه. حسين ضياء الذي يسجل أول أهداف هذا اللقاء لمصلحة نادي الحدود. الحدود الآن يتقدم على نادي ديالا، وبهذا التقدم يغادر المركز رقم 20، والديالا الآن في المركز الأخير، والحدود يذهب المركز 19. هنا اللقطة باقر عطوان لعب الكرة لم تخرج. نعم الكرة لم تخرج، وهنا الكرة المشتركة تصل لحسين ضياء الذي يصوب الكرة ويسجل أول أهداف هذا اللقاء، هدف أول لنادي الحدود. حسين ضياء الآن يتقدم لنادي الحدود بعد ركلة ركنية، ومن ثم عادت ولعبت من باقر ضياء داخل منطقة الجزاء. وأيضا يعني الجانب الدفاعي لنادي ديالا يسأل على هذه اللقطة، كان هناك يعني عدم وجود التغطية الدفاعية اللازمة وعشوائية في التنظيم الدفاعي لفريق ديالا، والهدف الأول لمصلحة نادي الحدود. الحدود الآن يتقدم في بداية الشوط الثاني بهدف حسين ضياء الذي سجله في الدقيقة 54. دقيقة 54 تعلن عن أول أهداف هذا اللقاء. هل هناك ردة فعل من نادي ديالا في الدقائق القادمة؟ الحدود الآن هدف ديالا لا شيء. كرة الآن لمصلحة نادي ديالا، ناثنيال نانجولو. ما زال الأمر مبكر في الشوط الثاني. هنا الكرة داخل منطقة الجزاء، تلعب الكرة، ابعاد من حسين ضياء في السراء وفي الضراء، يسجل وينقذ. نعم بعدما سجل هدف
في مرمى ديالا الآن ينقذ فريقه من هدف محقق. أبعد الكرة قبل أن تصل إلى لاعب نادي ديالا أحمد جلال على لعب الركلة الركنية. أحمد جلال على لعب الركلة الركنية، والحكم أيضا ينبه اللاعبين. أحمد جلال يلعب الركنية عالية داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية وصلت إلى كورونكو يبحث عن تصويبه، لكن دفاعات الحدود موجودة. حسين جاسم تمرير أمام اتجاه داكوستا، وداكوستا يضغط على صديق جمال، لكن ينجح صديق جمال بالاحتفاظ بالكرة، وهناك خطأ على السنغالي. تلعب سريعا الكرة، تمريرة قطعت من سيف كريم لداكوستا من جديد. سيف كريم انطلق، عادت لداكوستا لسيف كريم، يحاول سيف كريم المتقدم في هذه اللقطة يبحث عن المساندة. سيف انطلق من جهة اليسار، وهناك خطأ. نعم، خطأ على سيف كريم لمصلحة الوضع في الصورة. علي كريم يلعب كمدافع يمين. كرة الآن لحسين منذور، تلعب لجهة اليسار صديق جمال، يلعبها لأحمد جلال لصديق. 1-2 جميلة، لكن تغطية ممتازة من حسين ضياء. الوضع على الصورة، رمية جانبية، تلعب رمية جانبية. أحمد جلال يحاول مع صديق، لكن أيضا قطعت الكرة من السروري أمامية. الآن الحدود متراجعة إلى الخلف، جميع لاعبي نادي الحدود في مناطقهم من أجل الدفاع عن هذا التقدم، لكن ما زال الأمر مبكر جدا. أتكلم عن 12 دقيقة فقط مرت من أحداث الشوط الثاني، ما زال الوقت طويل جدا. يحاول نادي ديالا، هناك حسين إبراهيم يلعبها، وصلت لعلي كريم يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء. المتابعة صعبة جدا. نعم، كانت متابعة من أحمد جلال، لكن الكرة بعيدة على أحمد جلال إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي الحدود. هذا هو سيف كريم. ثار جسام يطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام، أكيد يعني ما زال الأمر مبكر جدا للدفاع. الله الخلفان أكيد ينتظر ما هو القادم، والديالة لغاية الآن بدون تحقيق أي انتصار، 4 تعادلات و9 هزائم. علي حسن وإلى الخارج، رمية جانبية. علي خالد، شاهد فريق ديالة الآن بدأ يبحث عن السرعة بالتمرير، يبحث عن الكرات الأمامية. نانجولو أمامية، أحمد جلال، لكن تغطية موجودة من حسين ضياء. عادت من جديد لصديق لحسين منذور، يضغط داكوستا، لعبها منذور لنانجولو. ناثنيال لعلي كريم، هناك من جهة اليمين ديالا يعني شكل الآن الأفضلية على مستوى الحياز والاستحواذ، لكن الأفضلية وكل الأفضلية هي أفضلية الأهداف للحدود. منذور لنانجولو، تمرير جهة اليسار هنا لصديق جمال، البحث عن الهجمة المنظمة لفريق ديالا. تمريرة طالت على صديق إلى الخارج من علي السجاد إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي الحدود. حسين ضياء على لعب رمية جانبية، أرضية جميلة جدا بصراحة. الملعب نادي الكرخ، ملعب الساحرة أحمد راضي، يعني شيء يحسب لإدارة نادي الكرخ الاهتمام بالمنشآت الرياضية للنادي. تلعب الكرة، يحاول حسين إبراهيم قطعت الكرة من حسن سرور لداكوستا. كان متسلل أم لا؟ داكوستا مع الكرة، قريب عليه نانجولو. داكوستا السنغالي والكاميروني، داكوستا يلعب باتجاه أحمد السروري، يستلم الكرة السروري، طالت على السروري، وكرة هل خرجت أم لا؟ الكرة لم تخرج، رمية جانبية على فريق ديالا لمصلحة فريق الحدود بعدما أبعد الكرة أحمد جلال.
60 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والحدود يتقدم على ديالا بهدف حسين ضياء في الدقيقة 54 في انطلاقة مباريات الجولة 14 من دورينا. حسين ضياء تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء على طريقة الركلة الركنية لكن الإبعاد، وهنا تصويبة من سيف كريم اصطدت بحسين منذور. كرة العالية حسين منذور لم ينجح، داكوستا يحاول مع نانجولو، عادت لحسين منذور من جديد. حسين منذور يحاول امام داكوستا وخطأ على داكوستا، خطأ على السنغالي داكوستا، ساقط على ارضية الملعب. هنا الإعادة، شاهد هنا الإعادة واللقطة المشتركة ما بين داكوستا وحسين منذور. والآن تبديلات لمصلحة نادي ديالا. رسول حسن لاعب الصغير 13 عاما فقط بديل لعلي السجاد. حسين ابراهيم وعلي السجاد. تلعب الكرة قطعت من السروري، يحاول حسين منذور، علي خالد الثانية نانجولو، واصلت الآن جت اليمين علي كريم، تمريرة أمامية قطعت من ستيور مينا، قطعت من ستيور مينا. تلعب الكرة صديق جمال، قريب علي رسول، لعبها لي رسول، رسول حسن دخل بديلا لعلي السجاد اللاعب الصغير. ايضا خروج حسين ابراهيم، يحاول طلال خلفان العماني. بهذه التبديلات اعطاء نفس هجومي لفريق ديالا. ناثنيال هناك لعلي كريم، حسين منذور يحاول امام دينيس انتوي لكن هناك خطأ لمصلحة حسين منذور. وصلت لصديق جمال، علي خالد يعني يحاول فريق ديالا. خلاص فريق الحدود يعتمد على الهجمات المرتدة بوجود داكوستا ودينيس انتوي. علي كريم لأحمد جلال، أحمد جلال تمريرة مقطوعة، حسين جاسم يلحق بالكرة، ناثانيال نانجولو موجود في التغطية، يمرر لأحمد جلال لنانجولو من جديد، تمريرة وصلت إلى أنس، أنس مع الكرة، أنس في القرب منه صديق، يلعبها للصديق نعم، والسروري موجود، ممتاز من السروري، قاطع للكرة والإبعاد، عادة السكت بول مصلحة نادي ديالا. أنس يلعبها وأيضا إبعاد من علي حسن، إبعاد من علي حسن الواضح بالصورة. تلعب رمي جانبية سريعة، صديق إلى أنس إلى رسول، رسول إلى صديق من جديد، صديق يحاول من أمام أحمد السروري، يلعب الكرة على الخلف لحسين منذور، يضغط بقر عطوانة على حسين منذور. حسين منذور تغيير اللعب هناك باتجاه علي كريم، علي كريم هل يصوب؟ تمريرة لم تصل، قطعت، عادت لعلي كريم من جديد إلى حسين منذور من جديد، يبحث نادي ديالا عن فرصة للتصويب، وهناك خطأ على حسين منذور، خطأ على حسين منذور. حاول دينيس انتوي، دينيس انتوي اللي يغادر الملعب. السلامة للاعب اللبناني حسن سرور. اللقطة المشتركة ما بينه وما بين حسين منذور في هذه اللقطة، الحكم قريب جدا يعني لا يبعد أقل من 3-4 ياردات. هذه اللقطة التي لم يحتسب فيها ركلة جزاء لكن تم احتساب الهدف. اللقطة المشتركة ما بين علي السجاد وسيف كريم، وهنا الهدف الوحيد. شاهد الكرة والحكم اعتبر الكرة خارج، طبعا
خارج الملعب بعد العودة للفار. الكرة لم تخرج وبالتالي تم احتساب الهدف. تم احتساب الهدف. حسين ضياء هذا هو صاحب الهدف. الآن دخول أحمد فاضل بديلا لمن؟ بديلا دينيس انتوي. أحمد فاضل بديلا لدينيس انتوي. لاعب الخبرة أحمد فاضل مثل منتخباتنا الوطنية جميعها من الأشبال للمنتخب الأول. يدخل الآن كلاعب خط وسط. خلاص أخرج مهاجم وأدخل لاعب خط وسط. خلاص الكابتن ثار جسام يفكر بالنتيجة، لا يفكر بهدف ثاني، يعتمد على هجمات المرتدة بوجود داكوستا. تلعب الكرة على مصلحة نادي ديالا. أقل من 25 دقيقة. تلعب الكرة الآن لمصلحة أنس لحسين منذور. صديق جمال من جهة اليسار يحاول لكن قطعت الكرة. حسن تمريرة. أحمد السروري عادت لحسن سرور داكوستا وعلي خالد. داكوستا يحتفظ بالكرة يلعب لأحمد فاضل. أحمد فاضل تمريرة داكوستا من جديد يلحق بالكرة قبل الخروج. قريب عليه علي خالد. داكوستا يلعب لأحمد السروري. أحمد السروري يحاول المرور لكن قطعت الكرة. كثرة تغلب الشجاعة والمهارة. تمريرة إلى محمد جفال الذي دخل في الشوط الثاني بديلا لحسين إبراهيم. واصلت لعلي كريم هناك من جهة اليمين. علي كريم. المباراة بدأت تأخذ طابع السرعة أكثر عكس الشوط الأول. الشوط الأول كان للنسيان. كرة الآن تلعب من أوكورونكو لكن قطعت. بنيامين يحاول. نيجيري. أحمد فاضل تمريرة باتجاه حسن سرور. حسن سرور تمريرة طويلة باتجاه داكوستا لكن صديق واستلام الكرة بصورة جميلة من صديق. تمريرة للرسول. رسول إلى أنس تمريرة باتجاه صديق. صعب جدا على صديق جمال وإلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي الحدود. عبد الرحمن محمد على لعب ركلة المرمى. هذا وطلال خلفان المدرب العماني. تلعب ركلة المرمى عالية وطويلة بالراس من منذور. عادت لمصلحة نادي ديالا. صديق جمال يمر للرسول. تمريرة خاطئة من الرسول. حسن سرور. من الإعادة اللقطة ما بين أحمد السروري وعلي خالد. محمد جفال مشوار طويل أيضا لاعب قادم في الانتقالات الشتوية. قطعت الكرة يحاول حسن سرور. حسن سرور داخل منطقة الجزاء. الكرة الخطيرة ما زالت الخطورة. يحاول لكن لم يحسن التعامل مع الكرة حسن سرور. وعادت مصلحة نادي ديالا. يحاول عن فريق ديالا. أحمد جلال مع الكرة يلعب لحسين منذور. حسين منذور لصديق. صديق جمال إلى رسول لاعب الصغير القصير يمتلك مهارة شاهدناه في بطولة كأس العراق. قدم مباراة طيبة أمام نادي الميناء. كرة مرت على محمد. وصلت الآن لنادي الحدود. حسن سرور هل يلحق بالكرة لكن ناثنيال أنجولو أبعد الكرة إلى رمي جانبية. الكرة خرجت قبل أن المساهية سيد الحكم. شاهد الآن تبديلين أيضا دفعة واحدة لمصلحة نادي ديالا. زين العابدين سلام وأحمد تركي. خروج أحمد جلال ودخول زين العابدين. وخروج كورونكو ودخول أحمد تركي. تمام حبيبي تمام. تبديلين دفعة واحدة. كرة الآن لمصلحة نادي الحدود. تلعب عالية من سيف كريم أقرب للحارس. وسام يلعبها في وسط الملعب. حسين منذور. نادي ديالا يبحث عن التعديل. محمد جفال داخل منطقة الجزاء. أحمد تركي البديل يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء
والابعاد من سيف كريم. عادت من جديد، عادت من جديد. زين العابدين يحاول المرور، البدلاء زين العابدين والسلام هل ياتون بشيء جديد؟ لكن دفاعات الحدود لغايه الان دفاعات صامده، دفاعات صامده لنادي الحدود. تلعب الكره الى صديق داخل منطقه جزاء. هنا تأيت الكره، تصويبه كاد زين العابدين سلام يسجل هدف، لكن براعة وتألق عبد الرحمن محمد أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق. القائد يظهر وقت الشدائد. نعم شاتيت الكرة من أحمد تركي لزين العابدين، لكن هناك حارس اسمه عبد الرحمن محمد أبعد هذه الكرة. الآن ركنية، الآن البرتقالي مدينة البرتقال وناديها يضغطون على الحدود من أجل التعديل. هنا محمد جفال بعد خروج أحمد جلال هو الذي يلعب الكرات الثابتة. محمد جفال يلعبها على القائم الأول، لكن إبعاد عادت من جديد لمصلحة نادي ديالى. علي خالد يلعب الكرة لرسول حسن مع الكرة يلعبها عالية باتجاه علي خالد داخل منطقة الجزاء. علي خالد يلعب الكرة العالية والابعاد من سيف كريم. يضغط علي خالد داخل منطقة الجزاء بفاصل من المهارة، وهناك ركنية. ديالى الآن فريق ديالى يضغط على مرمى الحدود من أجل هدف التعديل. شاهد علي خالد فاصل مهاري جميل، والحكم يقول لا وجود لشيء. نعم غريب جدا الحكم، لياقة بدنية عالية لحكم اللقاء محمد صادق. لعبة الركنية تم احتساب خطأ. نعم تم احتساب خطأ لمصلحة نادي الحدود. لقاءين سابقين فقط ما بين الفريقين، وطبعا اللقاءين لمصلحة الحدود 3-0 و1-0 موسم 2008-2009، وبعدها الفريقين لم يلتقيا إلا في هذا الموسم 24-25. نتكلم عن 16 عاما احتاج الفريقين يلتقيا من جديد في دور الأضواء. كرة الآن ناثانيال نانجولو يلعبها لعلي كريم مع الكرة، يحاول محمد جفال. سين منذور تمريرات جميلة لمصلحة نادي ديالى. أنس المنذور هنا من جهة اليسار لصديق. يلعب الكرة العالية، خروج لعبد الرحمن والإبعاد. أحمد فاضل يحاول تمريرة أحمد فاضل لحسن سرور لأحمد فاضل لحسن سرور من جديد، والكرة خرجت إلى رمية جانبية. قاذ ممتاز من عبد الرحمن محمد في كرة زين العابدين سلام. سين منذور لمصلحة نادي ديالى يحتفظ بالكرة، يمرر هناك لكن تغطية موجودة، تغطية من حسين جاسم من أمام زين العابدين. يلعب الكرة العالية، وصلت لداكوستا يلعبها لباقر عطوان لداكوستا من جديد. داكوستا استنزف بدنيا بسبب الاعتماد على الهجمات المرتدة. نعم لاعب ركض كثيرا في هذا اللقاء. كرة الآن وصلت لصديق جمال لمصلحة نادي ديالى الباحث الآن عن التعديل، ما زال يضغط على مرمى الحدود. تألق عبد الرحمن في كرة، وأيضا المهاجمين لم يتعاملوا مع الكرة بصورة أفضل، والحدود يدافع من أجل 3 نقاط تبعده عن المركز الأخير. نعم هو صراع المؤخرة، صراع المركزين 19 وال20 لمن سوف تكون الغلبة. كرة الآن قطعت من حسين جاسم تمريرة طويلة أقرب لها علي خالد أقرب في هذه الكرة من جديد لمصلحة نادي ديالى. خلاص الحدود يلعب من أجل الدفاع. وصلت لأحمد تركي لزين العابدين، يحاول زين العابدين لاعب سريع مهاري. علي كريم تمرير صديق جمال، لحسين منذور، تمريرات قصيرة لمصلحة نادي ديالى.
يبحثون عن زاوية، عن مساحة من أجل تشكيل الخطورة. يلحق بالكرة أنس، نعم لحق بالكرة، لعبها لصديق، صديق ضغط بكر عطوان، لكن صديق بحركة لعب جميلة يمرر الكرة الآن لحسين منذور، حسين منذور لمحمد جفال، لرسول، ولا وجود للدفع. الحكم قريب يقول لا وجود لشيء، يأمر باستمرارية اللعب. تمريرة لداكوستا، داكوستا كان متسلل، داكوستا يحتفظ بالكرة، انطلق داكوستا من أمام نانجولو، والحكم يقول لا وجود لشيء، لا وجود للخطأ. حكم قريب من جميع الحالات، من جميع الحالات. حسين منذور، تمريرة أمامية من منذور باتجاه رسول، لكن أقرب للحارس عبد الرحمن محمد، أقرب للحارس عبد الرحمن محمد. خلاص آخر 15 دقيقة على نهاية 90 دقيقة، والحدود ما زال يتقدم بهدف حسين ضياء في الدقيقة 54. هل هناك عودة لديالا أم الحدود يسجل هدف ثاني؟ كرة الآن علي خالد، علي خالد لصديق جمال، فتح الملعب من قبل لاعبين نادي ديالا. صديق جمال في جهة اليسار وعلي كريم في جهة اليمين من أجل خلق المساحات والثغرات في دفاعات فريق الحدود. السروري وابعاد الكرة إلى رمية جانبية. علي خالد 7 موسم مع نادي ديالا علي خالد. حسين منذور، سليان نانجولو. مدينة البرتقال ما زالت تعاني وما زالت في المركز الأخير. نتكلم عن 4 نقاط لديالا و6 نقاط للحدود. الآن الحدود ب6 نقاط في المركز ال19. رسول حسن، يمر الرسول، تمريرة مقطوعة من حسين ضياء عالية ما بين نانجولو وداكوستا، داكوستا ونانجولو، لكن نانجولو فرق القوة، وهناك خطأ على داكوستا، خطأ على داكوستا السنغالي، ضغط كثيرا. تبديل الآن، تبديل لمن؟ لديالا أم للحدود؟ فريق ديالا أجرى 4 تغييرات، أجرى 4 تغييرات. تلعب الكرة، خروج حسين منذور، ودخول حيدر رسمي. هذا هو حيدر رسمي القادم من نادي سكيد النرويجي. كرة الآن اللعب عالية، ابعاد من احمد السروري، صديق يحاول امام احمد السروري، يمرر الكرة لانس، انس مالك يحاول المرور امام بكر عطوان، لكن بكر عطوان نجح في افتكاك الكرة، يضغط انس، عاد صديق افتك الكرة، مررها لانس من جديد داخل منطقة الجزاء، تهيئة الكرة والابعاد من سيف كريم من جديد لمصلحة علي كريم، تصويبة من مسافة بعيدة لكن إلى الخارج. حاول علي كريم لكن كرة إلى الخارج. السلامة لباقر عطوان، طالب طبعا التبديل، شارك من الحضور القليل والقليل جدا. طبعا هذه جماهير ديالا الحاضرة من ديالا من أجل مساندة البرتقالي، مدينة البرتقال التي يمثلها في هذا الموسم فريقين من الألعاب الجماعية على مستوى كرة اليد وعلى مستوى كرة القدم. عودة جميلة لهذه المدينة، لكن المشجعين، شاهد هنا الإعادة، يا الله يا الله، الكرة كأنها مشت على الخط، الكرة كأنها مشت على الخط، ولكن الفار يقول الكرة لم تخرج بكامل محيطها، وبالتالي الهدف احتسب لمصلحة نادي الحدود. هذا هو حسين ضياء لغاية الآن هو نجم هذا اللقاء، على مستوى الدفاع قدم مباراة كبيرة. حسين ضياء يتكلم مع ستيوار مينا الكولومبي. صادق سعدون أيضا يتكلم مع ناثليان نانجولو.
الرحمن محمد يريد التغيير أم ماذا؟ 10 دقائق أخيرة أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وتقدم فريق الحدود على فريق ديالى بهدف حسين ضياء منذ الدقيقة 54، ومحمد صادق ينبه الحارس عبد الرحمن محمد بعدم إضاعة الوقت. عبد الرحمن يلعب الكرة العالية الطويلة بالرأس من ناثيريان نانجولو. أحمد فاضل، كرة الآن لصديق جمال، صديق لحيدر، حيدر رسمي قادم من سكيد النرويجي. ناثيريان نانجولو، نانجولو تمريرة قطعت من سيف كريم، مباراة كبيرة لسيف كريم على المستوى الدفاعي. علي خالد يعود بالكرة للحارس وسام محمد، وسام لناثيريان نانجولو. يعني شاهد تمريرات لمصلحة نادي ديال، حصل على عدة فرص لكن لم تستثمر. وأيضا تألق عبد الرحمن بكرة تألق كبير، وصلت الآن محمد جفال. محمد جفال مع الكرة يبحث عن سبيل التصويب، يمرر للصديق، صديق قريب عليه باقر عطوان، لعب الكرة للخلف لحيدر، حيدر تمريرة لعلي كريم، هل يصوب علي كريم؟ لا، يمرر الكرة لزين العابدين، وهناك خطأ لمصلحة نادي ديالى، خطأ لمصلحة نادي ديالى. هل هناك تبديل نادي الحدود؟ شاهدنا الإعادة والدخول من سيف كريم على علي كريم. نعم، سيف كريم على علي كريم، خطأ الآن لمصلحة تبديلين لنادي الحدود. كثير صالح الذي يمتلك 3 أهداف، وأيضا مرتضى جمال، مرتضى جمال بدينا 3 تبديلات، 3 تبديلات. خروج حسن سرور ودخول ايضا شيروان كردستان. خطأ الآن لمصلحة نادي ديالى. محمد جفال هو المتخصص بالكرات الثابتة. من سوف يصوب علي كريم؟ محمد جفال. 3 تبديلات، مرتضى جمال وأثير صالح وشيروان كردستان بالنسبة لنادي الحدود. والآن خطأ لديالى. محمد جفال يستعد، تصويبة محمد جفال بعيدة وإلى الخارج، إلى الخارج، ركلة مرمى. حاول محمد جفال قادم من نادي أمارة بغداد الذي ينشط في دور الدرجة الممتازة. جفال حاول لعب الكرة الزاوية اليمنى للحارس بعيدة تماما إلى الخارج، ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي الحدود. عبد الرحمن محمد يلعبها عالية وطويلة بالرأس من ناثيريان نانجولو في الوسط. مرتضى جمال يحاول لعبة الكرة، تمريرة أحمد فاضل لكن طالت على اللاعب شيروان كردستان الذي دخل بديل داكوستا. علي خالد، حيدر، محمد جفال مع الكرة. محمد جفال، محمد يلعبها أمامية وإبعاد من حسين ضياء، إبعاد من حسين ضياء. وهنا أيضا تشديد الكرة من شيروان كردستان، أيضا يمتلك هدفين شيروان كردستان، ويثير صالح يمتلك 3 أهداف. ناثيريان نانجولو، خطأ لمصلحة سيف كريم بعد التدخل من أحمد تركي. هنا اللقطة المشتركة ما بين أحمد تركي وسيف كريم، خطأ لمصلحة سيف كريم. يلعب الخطأ علي حسن لمرتضى جمال، اللاعب اللي دخل بديل. ستيور مينا، أمامية من ستيور مينا،
حاولت إرسال استلام الكرة لكن قطعت، وصلت إلى صديق. صديق يلعب الكرة إلى رسول. رسول لأحمد تركي داخل منطقة الجزاء. الكرة خطيرة لكن الإبعاد، إبعاد من حسين ضياء، إبعاد من حسين ضياء إلى خارج الملعب. ركنية. 5 دقائق أخيرة على نهاية 90 دقيقة. هل هناك هدف للتعادل لمصلحة نادي ديالى أم ثار جسام يحقق انتصار ثاني لمصلحة نادي الحدود ويصل به للنقطة السادسة في المركز التاسع عشر على لعب الركلة الركنية من علي كريم، على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة نادي ديالى. الركنية الآن علي كريم يلعب الركنية على القائم الأول، وهنا الإبعاد لكن الإبعاد ليس بذلك الشيء المطلوب، لكن تخلصت الكرة. عادت لمرتضى جمال. مرتضى جمال تمرير لشيروان. شيروان تخلص من انجولو بالقرب من اثير، لعبها لاثير. اثير يلعب الكرة يصوب تصويبة احمد فاضل لكن سهلة لدى الحارس وسام محمد. سهلة لدى الحارس وسام محمد يلعبها بيده سريعا لمصلحة صديق جمال. نعم الحدود يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة امام ديالى المتقدم الذي يبحث عن التعادل. الكرة الآن هناك لعلي كريم في جهة اليمين. علي كريم تمريرة لعلي خالد. علي خالد لصديق. صديق ورسول القرب منه مرتضى. رسول يحاول المرور لكن مرتضى قطع الكرة. عادت لصديق. صديق جمال لحيدر. حيدر تمريرة هناك لناثنيال. ناثنيال تمريرة أمامية وصلت خطيرة لأنس مالك، لكن أنس مالك لم يتعامل مع الكرة بالصورة الصحيحة، ومن ثم ابعاد الكرة واصطدت بأنس مالك على ما يبدو، وركلة مرمى. ركلة مرمى. شاهد أنس مالك استلم الكرة لكن حسين ضياء مباراة كبيرة لحسين ضياء. نعم مباراة كبيرة لحسين ضياء، وانا تصويبة أحمد فاضل التي كانت سهلة بأحضان الحارس وسام محمد. البطاقة صفراء. نعم بطاقة صفراء على عبد الرحمن محمد. بطاقة صفراء على عبد الرحمن محمد الذي يلعب الكرة العالية الطويلة بالراس من حيدر رسمي من في المنتصف. سيف كريم يلعب الكرة. شيروان كردستان وناثنيال واقرب للحارس وسام محمد. بايده وسام محمد. هذا هو شيروان كردستان الذي يلعب كمهاجم. قطعت الكرة من حسين جاسم لكن عادت لمصلحة نادي ديالى. ناثنيال نانجولو الى انس الى حيدر تمريره قصيره مقطوعه من باقر عطوان لعلي حسن. علي حسن الان يحاول نعم ربح ركنيه في هذه اللقطه، لكن لاعبين نادي ديالى افتك الكره. تمريره لانس الى رسول مع الكرة، يعرف يتعامل مع الكرة بصورة جميلة. أنس لعبة الكرة هناك في جهة اليمين زين العابدين، لكن سيف كريم ممتازة من سيف كريم وابعاد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي ديالى. تلعب سريعا إلى أنس بدأ يعود إلى الخلف لأجل استلام الكرات. خطأ لمصلحة نادي ديالى. هذا هو أنس مالك. خلاص دقيقة أخيرة ثواني ندخل الدقيقة 90 والحدود يتقدم على نادي ديالى بهدف حسين ضياء في الدقيقة 54 في افتتاح مباريات الجولة الرابعة عشر. كرة الآن علي كريم تمريرة يحاول رسول لكن قطعت الكرة. حسين جاسم بحماس واضح تمام. حسين جاسم. أنس يلعب الكرة العالية وهنا المحاولة والابعاد من ستيوار مينا من جديد. احمد تركي والحكم يقول له وجود الخطأ قريب جدا. عادت لمصلحة نادي ديالى ناثنيال نانجولو والبحث الان عن التمريرة العالية داخل منطقة هنا الرأسية، لكن ابعاد من دفاعات الحدود تحديدا من اللاعب سيف كريم. يضغط شيروان كردستان وهناك خطأ لمصلحة نادي ديالى. خطأ لمصلحة علي كريم. خطأ لمصلحة نادي ديالى. 90 دقيقة انتهت. أحبة المشاهدين كم سوف يضيف حكم اللقاء؟
كم سوف يضيف حكم اللقاء؟ هنا الخطأ واضح على شبان كردستان. تلعب الكرة الآن علي كريم، عالية داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية أحمد تركي أضاع رأسية كان من الممكن أن يكون هدف التعادل. نعم، بدون أي مدافع ضاغط على أحمد تركي. شاهد ما بين قلبي الدفاع. شاهد ما بين قلبي الدفاع حسين ضياء السوار مينا واحمد تركي، رأسيته الى الخارج. هنا الاعاده، الكره المشتركه ما بين مرتضى جمال وعلي خالد. الحكم كان قريب جدا من اللقطه. صديق جمال يضغط على حسن على صديق، يلعبها لوسام محمد. 7 دقائق كوقت مضاف فوق احداث الشوط الثاني. ناثليان نانجولو، الكرة العالية الطويلة من الرأسية، يحاول زين العابدين لكن ابعاد الكرة من يثير صالح في الواجبات الدفاعية. ابعاد الكرة الى ركنية لمصلحة نادي ديالا الذي يبحث عن هدف التعديل في الوقت المضاف. هل ينجح زين العابدين على لعب الركنية؟ يلعبها زين العابدين عالية، هنا الرأسية والإبعاد، عادت لرسول هي الكرة لمحمد جفال. محمد جفال يلعبها داخل منطقة الرأسية، الكرة الخطيرة يا الله، ماذا ضيعت يا انس يا مالك. شاهد كرة خطيرة. أو ليس أنس وإنما اللاعب زين العابدين أضاع كرة هدف محقق. تلعب الكرة من محمد جفال، الابعاد من عبد الرحمن محمد، وهناك خطأ احتكاك مع حارس المرمى داخل منطقة ال6 ياردة، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي الحدود. محمد جفال لعب الكرة وعلي خالد هي الكرة. شاهدنا اللقطة مشتركة ما بين أحمد تركي وعبد الرحمن محمد، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي الحدود. أن الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن الضائع. شاهد الكرة يا الله كيف انقذها عبد الرحمن محمد، كيف انقذ هذه الكرة. أي ردة فعل سريعة من الحارس والكابتن والقائد لفريق الحدود من أمام زين العابدين سلام. تلعب الكرة العالية لمصلحة نادي الحدود لكن إلى الخارج. رمية جانبية ناثليان نانجولو، حيدر رسمي، حيدر إلى صديق، قطعة الكرة من باقر عطوان من أمام صديق، يلعبها إلى أثير لباقر عطوان من جديد. باقر عطوان يلعبها باتجاه شيروان لكن قطعت الكرة إلى الخارج. ركلة ركنية من نانجولو لاعب خط وسط شاهدنا مع الحدود. لا صادق سعدون أيضا ضمن أعضاء الكادر التدريبي لنادي ديالا. عاد إلى ركلة ركنية. ديالا لغاية الآن في المركز الأخير، مركز رقم 20 بينما الحدود ينتقل إلى المركز ال19 ويحقق انتصاره الثاني بعد 14 جولة. الحدود سوف يلعب مباراة القادمة أمام الزوراء، بينما ديالا سوف يلعب مع القربة. هل هناك تبديل لنادي الحدود؟ نعم، تبديل حسين جبار بديلا لعلي حسن. حسين جبار الذي يدخل الآن سبق وانطرد مرتين خلال هذا الموسم. يحاول كرة إلى الخارج، رمي جانبية لمصلحة نادي ديالا. حيدر إلى صديق للحارس وسام. ناثليان نانجولو يضغط شيروان كردستان. اللعب تصل لعلي كريم مع الكرة العالية من علي كريم، ابعاد من اثير، وصلت الى حيدر. هكذا مباريات في مباريات ال6 نقاط. شاهد لاعبين نادي الحدود كيف يدافعون على هذه النقاط الثلاث. علي كريم
إلا إذا كان هناك كلام لنادي ديالا في هذه الدقائق المتبقية. خلاص دخلنا الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع. في اللعب سريع لمصلحة نادي ديالا. ناثنيال نانجولو يلعب الكرة العالية. صديق جمال يحاول. صديق مع الكرة يضغط باقر عطوان وركلة مرمى. ركلة مرمى. آخر من لمس الكرة صديق جمال. جسام يعرف تماما الضغط الموجود عليه كمدرب. مدرب استلم الفريق بنتائج غير جيدة في المركز الأخير، ويحاول الآن طبعا بعد هذه الانتقالات الشتوية وما زال يعني هناك مباحثات من أجل استقطاب بعض اللاعبين. صديق جمال يحاول أمام باقر عطوان إلى الخارج. رمية جانبية. رمية جانبية أخرى هذه المرة لمصلحة نادي الحدود. حسين ضياء على لعب الرمية الجانبية. حسين ضياء يلعب الرمية الجانبية. وصلت إلى حسين. حسين جبار إلى شيروان والكرة إلى الخارج. ركلة مرمى. مرتضى جمال البديلة اللي دخل في الشوط الثاني. بديلة لحسن سرور. حيدر رسمي يلعب الكرة الأمامية عالية بالراس والابعاد من دفاعات نادي الحدود. احمد فاضل وخطأ على احمد فاضل. لعب خطر على احمد فاضل، وايضا هناك بطاقة صفراء على احمد فاضل اللاعب الذي دخل بديلا. شاهد لقطة لعب خطر. كرة ما بين احمد فاضل ورسول حسن. خطأ الآن لمصلحة نادي ديالا. خلاص 7 دقائق انتهت التي احتسبها الحكم محمد صادق كوقت مضاف. محمد صادق الذي أدار مباراتين قبل هذا اللقاء. ديالا والقاسم خسرها ديالا 0-1، وبنفس النتيجة الآن ديالا والحدود أيضا يخسرها ديالا بهدف نظيف لغاية الآن. إلا إذا كان هناك كلام بهذه الكرة الثابتة. إلا إذا كان هناك كلام بهذه الكرة الثابتة. من سوف يصوب؟ علي كريم أم محمد جفال؟ محمد جفال. هل يستطيع أن يعدل أم علي كريم؟ يتقدم محمد جفال أم علي كريم؟ محمد يلعب الكرة. أي تألق من عبد الرحمن. الكرة ما زالت داخل منطقة الجزاء. زين العابدين يلعب ناثنيال مع الكرة يلعبها عالية داخل منطقة الجزاء. هنا الرسيل يعاد من سيف كريم لباقر عطوان. قطعت أحمد فاضل. تمريرة أمامية باتجاه شروان كردستان للحارس وسام محمد موجود. والآن ندخل الدقيقة 9 ومحمد صادق ينهي المباراة الآن وفوز ثاني للحدود. ويبقى نادي ديالا بدون أي انتصار، لكن تألق واضح لعبد الرحمن محمد، وخاصة في الكرة الثابتة الأخيرة التي تألق وتصدى لها، وبالتالي الحدود يحقق انتصاره الثاني بعد مرور 14 جولة. شاهد هنا تصويبة محمد جفال وأبعدها عبد الرحمن محمد ببراعة. تألق بأكثر من كرة عبد الرحمن محمد. نعم أيضا هنا شاهد التألق الكبير، وبالتالي عبد الرحمن محمد سبب رئيسي بهذه ال3 نقاط التي تحصل عليها نادي الحدود، ووصل للنقطة السادسة بالمركز 19، بينما ديالا يبقى ب4 نقاط ويهبط إلى المركز الأخير المركز 20. وفي الختام مبارك للحدود جماهير الحدود، وهارد لك لديالا جماهير ديالا، وتقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيد مؤمل